هلا بنات، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله كلكم بخير. فيديو اليوم راح نسوي طريقة عمل المروار اللي نزين بيه الكيك. طلبوه من عندي البنات اكثر من مرة من زينت الكيكة مال الكريسماس، واعتذر منهم اني تاخرت والله لاني شوية مريضة، وقلت اليوم لازم انزل لهم الفيديو اسوي لهم اياه. طبعا طريقة جدا سهلة وبسيطة. هنا انا عندي باكيت جلي بالفراولة. أنا استخدمت هنا بالفراولة أحمر، راح استخدم وياه لون أحمر مثل ما تشوفون. وإذا عندكم جلي أصفر تستخدمون اللون الأصفر وياه، وإذا حبيتوا تسوون لون الأخضر مثل أنا سويته بالفيديو مال الكريسماس، أنا ضفت جلي مال موز وضفت وياه لون الأخضر، صار طعمه كلش طيب. أطيب من اللي نجيبه من برا صلصة المروار، طبعا طعمها مو طيب مثل ما احنا اللي نسويها بالبيت. ونقدر هم نضيف وياها صلصات نطعمها، يعني اطعمها بصلصة التوت والفراولة، يصير طعمها كلش طيب. هنا أنا مثل ما قلت لكم عندي لون احمر توز، وهنا أنا كوب سكر ونص كوب مي وملعقة ليمون. ايش راح اسوي اني هسه؟ راح اسوي اول شي القطر. هنا أنا راح اضيف السكر والمي والليمون، هذا الشكل، وراح اخليهم على النار الى ان يفورون. مثل ما قلت لكم هذا كوب سكر ونص كوب مي وملعقة ليمون. اذا حبيتوا تزيدون الكمية ضيفوا كوبين سكر وكوب مي وملعقة ليمون، تضيفون على كوب وتزيدون نص كوب مي. يعني السكر تقدرون تسوون 3 اكواب سكر وكوب ونص مي وملعقة ليمون. بهذا الشكل القطر اللي راح نسوي. انا راح اخليه على الطباخ الى ان يفور وتطلع من عنده هاي البوزة البيضة، اشيلها وشوية يثقل وارجع اسوي وياكم الجلي. هنا بنات اني ضفت على النار، خليته مثل ما تشوفون. حاولوا هاي الحوافي مال السكر تنزلوها، ما تخلوها تحترق. ما اريد اللون يصير لونه اصفر، اريده يظل ابيض مثل القطر، بس شوية يثقل عندي. بهاي المرحلة تقدرون تطعمون هذا القطر، تضيفون هيل اي مي ورد انتو اللي تحبوا الطعم. هسه اني راح انتظره شوية يثقل عندي واطلع البوز البيضة من عنده، وراح اكمل وياكم الجلي. هسه هنا راح اسوي الجلي. عندي هنا باكيت جلي كامل راح اضيفه مثل ما قلت لكم، اي طعم انتم تحبونه تضيفونه عادي. وراح اضيف له كوب مي حار حيل، هذا المي كوب واحد. وراح استخدم اللون الاحمر اللي قلت لكم عليه. شوفوا قد تضيفون، انا راح اضيف هالكميه واشوف اللون يحتاج بعد وارجع اضيف له اذا احتاج. احاول اقلبه هالشكل، اذوب الحبيبات مع السكر اللي بيه واضيفه على القطر اللي سويته، واخليهم هم على الطباخ تقريبا 10 دقائق، هم اقل من 10 دقائق. شوفوا انتوا لا شويه يثقل المزيج واشيله ابرده واشوف لكم اياه. هنا القطر اني جهز عندي، راح اضيف عليه الجلي اللي سويته وهو على نار مثل ما تشوفون هذا الشكل، وراح اقلبه هالشكل وانتظر مثل ما قلت لكم 7 دقائق او اقل. شوفوا يعني يفور عندكم شويه وترفعونه من النار بس شويه حتى تموع حبيبات السكر ويتجانس القطر ويا الجلي بهذا الشكل. هنا كملت عندي الصلصه، راح اخليها بالثلاجه تقريبا نص ساعه تجمد اذا حبيتوا تستعملوها. واذا ما تستعملوها حطوها بحافظه او كيس الحلواني مال التزيين مال الكريمه وتخلونها بالثلاجه. شو وقت ما تحبون تطلعوها عادي. انا هنا عندي هذه هشوفكم شلون قوامها. شوفوا حتى تكتبون بيها تغلفون بيها الكيكه كلها اسم ابني. ان شاء الله حبايبي عجبكم فيديو اليوم، لا تنسونا باللايك والاشتراك وتفعيل جرس الاشعارات. مع السلامه.